طريقة سهلة وبسيطة لتفريز الملوخية. جبنا الملوخية قرطفناها، غسلناها تحت مية جارية، خليناها زي الفل، والمية بقت معايا بيضة. هجيب حتة هفرد الملوخية عليها واسيبها تنشف. بعد كده عندي مية بتلج على جنب، وعندي حلة فيها مية بتغلي، نص معلقة كربوناتو، معلقة سكر، وهنزل بالملوخية. تنزلي بيها كلها، تنزلي بيها حبة حبة براحتك حسب الكمية اللي عندك. بعد كده أول بس ما تدبل معايا أروح مطلعها على المية الساقعة، وبعد كده أحطها في مصفى واشطفها تحت الحنفية واسيبها تتصفى تماما. بعد كده هضربها في الخلاط أو هضربها في الكبة براحتك. بصوا الملوخية بقت خضرا معايا ازاي، هطفي الفلاش عشان تشوفوا. بصوا الملوخية خضرا ازاي، تفضل معاكي لغاية آخر كيس خضرا كده. يا ريت لو وصلني لهنا لايك وشير وسبسكرايب، وقولي لي ايه رأيكم في الكومنتات. وبعد كده الكبشة بتعمل طبقين، كبشة ونص، 3 اطباق، وبالهنا والشفا.